انا مش فاشل ولا شخصيتي مهزوزة. انا بحبك يا زينب. المجتمع هو اللي ضاربني بومبا. الجحيم هم الاخرون يا زينب. ومين فينا ما حصلوش الصدام ده في حياته بين أحلامه الرومانتيكية والواقع المر الأسود؟ مين فينا ما تأملش في مدينته ومجتمعه خير وأمل وانصدم بالجحيم هم الآخرون يا زينب؟ بياخدنا أصدقائي فيلم رومانتيكا رحلة من أعماق الرومانسية والأحلام لأعفن عمق في الواقع المرير. يلا بينا عشان أخدكم رحلة من الحلم الأمريكي للواقع المصري البائس في فيلم رومانتيكا. إخراج زكي فطين عبد الوهاب. هو كان في حد سمعنا ولا ايه؟ لا، ده احنا كنا بنفضفض مع بعض. يا جدعان، هو حد يفهمنا غلط؟ احنا ما نقصدش اي حاجه والله. لا، ده انت شكلك يا أصل إيه يا عم؟ انت هتوديني في داهيه. ده كلام ابن عم حديد. يا عم انت ازاي؟ من المعلومات اللي لازم تعرفها في بداية الحلقة عن فيلم رومانتيكا هو إنه فيلم يعتبر مش كامل، وده هتلاقيه واضح على الفيلم إن في شخصيات ما خدناش عنها معلومات بما فيه الكفاية، ولكن ده ما يمنعش إن فيلم رومانتيكا هو أقوى صدمة هتاخدها على وشك، أو مصر كلها خدتها على وشها. في جيل مهمش تماما عنده فقدان هوية. خلونا قبل ما نخش في الفيلم أكلمك عن شوية معلومات عنه وليه زكي فطين عبد الوهاب مش راضي عنه. تتزايد الأقاويل في إن حصل مشاكل وخلافات إنتاج على الفيلم، وده نفس اللي حصل في الفيلم مع شخصية حسن المخرج اللي جوه الفيلم. وأظن مش هتحتاج كتير قوي يعني عشان تفهم إن شخصية حسن هي جاسوس زكي فطين عبد الوهاب جوه الفيلم، بالذات إن أبوه مخرج كبير وأمه تبقى ليلى مراد. وكمان إن الخط الدرامي بتاع شخصية حسن وطريقة تفكيره والظروف اللي بيمر بيها قريبة جدا للظروف اللي مر بيها زكي فطين عبد الوهاب نفسه، وده بيبان أكتر في بداية الفيلم. ولما حبينا نعرفه عرفناه من إنه نايم وسرحان في الماضي الشاعري الجميل ومش عارف يخرج منه، وعنده نفس أزمة إثبات الذات، وإنه مش مجرد ابن ليلى مراد ولا أبوه يبقى مخرج كبير، هو عايز يعمل حاجة خاصة بيه هو وبس. خلينا بقى نخش جوه الفيلم أكتر وهو هيشرح نفسه واحدة واحدة. مين ده؟ زبون؟ انت مالك انت زبون ولا مش زبون؟ من أكتر الحاجات اللي بتميز فيلمنا هي الخطوط الدرامية المفتوحة، واللي بس بتطرح فكرة وبتسيب الباقي عليك إنك تكملها أو تتوقعها، وده يعتبر جزء أساسي في الفيلم الرومانتيكا. وهل هتكمل كل حاجة بمثالية وأجواء درامية ولا بشكل واقعي وبائس؟ كلمة رومانتيكا بالأخص متاخدة من المذهب الرومانتيكي المعترض دايما على مادية الواقع وبروده، وبيميل أكتر للخيال والعاطفة. والمذهب ده تقدر تقول هو المناقض للمدرسة الكلاسيكية وعقلانيتها، عشان ما نتجاهلش مشاعر الإنسان ودورها الكبير في تحريكه. والمذهب الرومانتيكي حر، رافض للرتابة في مضمونه، قد يكون متناقض ولكنه جميل ونقي. تعال اختصر لك قصة الفيلم عشان تبقى فاهم اللي هكلمك فيه أول بأول. الفيلم بيدور حوالين المخرج الشاب حسن، واللي عدت 30 سنة من غير ما يعمل أول فيلم ليه، ويحاول إخراج أول أفلامه. فبيتقرب من جماعة في وسط البلد، والجماعة دي هي الخرتية، وبيحاول يصنع فيلم عنهم وعن عالمهم، ومنهم صباح وسيد سكارفيس وأحمد جاكيتا، ولكن كل واحد منهم قصة ومأساة وطموحات وإحباطات. وفي خلال الأحداث بيقرب حسن من صباح، واللي مش بتهتم بيه بأي شكل من الأشكال وبتطنشه. وما بين محاولاته بيظهر في الصورة أحد الخرتية وهو سيد سكارفيس، وبيقتل أحد موظفي السفارة الألمانية عشان يتسائل كل للتحقيقات. وبتتوالى الأحداث من عبث دائم ومغامرات عشوائية وخطط بيطغى عليها الفشل أغلب الوقت. ودي هي قصة الفيلم باختصار. باركول يا رجال، أنا عملت محتوى. خلاص أكيد بهزر يعني، أكيد مش هختصر لك الفيلم وامشي يعني. تعال نخش جوه الفيلم أكتر ونتناقش فيه. الفيلم بتاعنا مش بيتكلم عن الخرتية بقدر ما هو بيتكلم عن جيل كامل مصدوم بالعولمة والانفتاح، اللي زي ما تقول كده خدوا الجيل ده كله على عماه. وبيبدأ الفيلم بلقطات طويلة للمرة في شوارع وسط البلد ليلا، جماهير من البشر قدام المحلات التجارية وعواميد النور الملونة، وبيقطع بين اللقطات على وشوش الخرتية اللي بيظهروا على إشارة حمراء عشان نتنبه ليهم.
لحد ما بنوصل لمشهد بيبدأ بكلمة دينجر أو خطر مكتوبة على الحيطة، وبنروح بعدها لاستعراض مجموعة منهم في غرزة، وكأن المخرج بيحذر من تهميش المجتمع ليهم والتعالي على واقعهم، وإنهم ممكن يكونوا سبب في كارثة أو حدث كبير لو فضلنا مش واخدين بالنا منهم. وبيقدم لنا الفيلم نماذج متباينة لمهنة تبان سهلة ومسلية من بعيد، لكن اللايف ستايل بتاع أصحابها بيورطهم في ممارسات وسلوكيات غير أخلاقية، فمنهم اللي بينصب على الأجانب، ومنهم اللي بيبيع مخدرات. الكسب السريع بيشدهم في البداية، لكنها مهنة غريبة ومميزة بتسمح لك تتعامل مع الأجانب والانفتاح على ثقافات متنوعة. أما باولو فبيأكد دايما إن نهايتها سيئة وضحاياها كتير، وفي الحقيقة حتى أسمائهم ما بين الغربي والعربي كل واحد منهم ليه اسم حركي أجنبي، كل واحد ليه هوية مش مصرية عشان يعيش بيها. الحاجة الملحوظة على الخارطية كلهم هم أملهم في السفر لبره مصر، على أمل إنهم يلاقوا حاجة أحسن من واقعهم السيء ده. كل واحد فيهم متمسك بحلم برغم واقعه الرديء لأقصى درجة، منهم سيد سكارفيس وجاكيتا وشخصية علاء ولي الدين. أرجوكي بلاش تقفلي السكة في وشي. أنا بقالي 3 أيام ما نمتش. أنا تعبان وعاوزك معايا، محتاج لك يا زينب. أيوه خلاص، هغير البدلة سيدي وهكون نفسي. اللي اتثابت من غير اسم، وشايف هي أجمل وأخف شخصية معانا في الفيلم، وبتبان في علاقته بزينب. باختصار هو شاب بيتكلم طول الوقت مع حبيبته أو خطيبته زينب، عايز يتجوزها ولكنه عواطلي، ما حلتوش أي حاجة. قصة رومانسية جميلة يدمرها الواقع. وحتى في الحجز كلهم بيتعاونوا عشان يعرف يتصل بزينب وعشان يحاولوا يحيوا آخر خط رومانتيكي معاهم، ولكنها بتتهمه بأنه شاذ. حكاية زينب وعلاء ولي الدين هي برضه تعتبر توعية ساخرة على المسافة الواسعة بين الحلم والواقع، بين الرومانسية والظروف القاسية، بين الكاميرا اللي بتسمع صوت شاب بيكلم حبيبته بشوق وولع ولكن حزين. بنكتشف ان الموضوع اصعب من كده. كل حاجة في فيلم رومانتيكا بتبين لك وجه المقارنة بينها وبين فيلم تاكسي درايفر، ولكن زكي فطين عبد الوهاب بيقول لك كده بمنتهى الفصاحة اللي عندنا مش عند حد. ولو الصخب والكذب والعهر والسرقة والنصب في أمريكا زادوا، فاحنا عندنا هنا في مصر الموضوع أصعب وأعقد. طول الفيلم كلنا بنصطدم بالواقع، ولكن فيلم رومانتيكا خلينا عارفين ان هو اول اخراج لزكي فطين عبد الوهاب، فطبيعي مخرج بيعمل اول فيلم ليه زيه زي اي شاب بيبقى حاشر افكار كتير قوي 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 جوه الفيلم، وبيبقى الفيلم زحمة لأبعد مدى. ولكن المميز هنا في الفيلم ان الزحمة دي لايقة عليه. التشتيت اللي حاصل لك كمشاهد هو التشتيت اللي حاصل للشخصيات الفيلم كلها وللمدينة كاملة بالعموم. يعني شخصية سيد سكارفيس بقى هي تطور للأحلام ووصولها للتصديق المرضي، فبيبقى حلم الهجرة أمل للبعض زي ما اتفقنا، ولكن سيد كان زي حالتنا. سيد كان متعلق بالسينما الأمريكية، حلمها كداب، عايز يسافر هوليوود بأي شكل عشان يبقى نجم. You're not making sense, you know. What you've been saying is very insulting, both to myself and to the embassy. I've been working here for over 10 years, and never ever have I come across somebody like you. You're quite mad. I own the visa. You will. فبيخلق سيد عالم خيالي جوه راسه يعيش فيه، عاجز عن مسايرة الواقع ومتطلباته. مفتون بفيلم تاكسي درايفر، يمكن عشان الشبه اللي بينه وبين ترافيس بيكل هو اللي خلاه يعشقه. هما الاتنين مهمشين وهما الاتنين مصدومين في الواقع، ولكن صدمة سيد كانت مختلفة شوية. الصدمة أثرت على دماغه وخلته مش عارف يفرق بين الواقع والسينما. هما الاتنين عايزين يبقوا أبطال بالعافية، ولكن الفرق إن ترافيس نجح في تاكسي درايفر، أو على الأقل نجح في دماغه، أو يعني ترافيس كان راجع من بص مش هتكلم في الجدلية دي، خليها لوقتها، خلي الكلام عن تاكسي درايفر في وقته، أكيد هيجي وقت ونتناقش فيه. المهم عندنا إن سيد اتصدم بالحكومة المصرية والواقع المصري الأصيل اللي بيخليه ساذج وسطهم، ولكنه بيتسبب في كارثة كبيرة وهي قتل سايح ألماني عشان بس عايز يسافر بره مصر.
الحب والأحلام ملهمش مكان في مدينة زي القاهرة، وزي ما قلتلك شخصية علاء ولي الدين أكبر وأوضح مثال شايفينه. دايما ماسك التليفون بيكلم حبيبته زينب اللي تقريبا كده ملهاش وجود، بيوعدها إنه يخس ويلاقي شغل ويبقى كويس، وآخر ما بيزهق بيقولها لنا بشكل مباشر، وبيقولها لها برضه بشكل مباشر في مكالمة تانية. المجتمع هو اللي مش عايز يديله فرصة، ويقتبس جملة من الفيلسوف جان بول سارتر لرواية جلسة سرية: الجحيم هم الآخرون يا زينب. وبعدها بيتعرض للضرب والإهانة في الاسم خلال التحقيقات، وبيكتب لها جواب إنه ناوي يسيبها، وبيطلب منها تفتكره، وكأنه بيكتب آخر رسالة لأحلامه وطموحاته، وبيودعهم. حاجة كده أشبه برسائل الانتحار. كل من هم في فيلم رومانتيكا محرومين من المشاعر والحب. كل حاجة موجودة في فيلم رومانتيكا ما عدا الرومانسية. حتى العلاقة اللي كانت بتتبني بين شخصية حسن وشخصية صباح بتنتهي بالفشل، وبتكسر توقعات بتاعة كتابة السيناريو، وإنها هتميل ليه وتحبه ويعيشوا في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. فما بيقدرش حسن يقنع صباح بحبه، رغم إن بيتم إثبات إن هي كمان ميالة ليه وبتحبه. ولكن صباح كانت أكثر واقعية ونضج من حسن. الكل في رومانتيكا محتاج يقتل مشاعره ويكتم الحب، أو زي ما بتقول الأغنية اللي كانت موجودة في القهوة: أحاسيسي مش أكتر من أحاسيسي، بحاول إني أنسى أحاسيس حبي. الماضي دايما أكثر جاذبية من الحاضر المليان بالتعقيدات والتناقضات، سواء على المستوى الشخصي بالنسبة لحياة حسن، أو على المستوى العام بالنسبة للخرتية اللي شغالين في مجال معتمد في الأساس على أمجاد الأجداد، الحضارة الفرعونية العظيمة اللي ورثوها منهم، ولكنهم عايشين في واقع محبط وقاهر لأحلامهم، فبيحسوا إنهم أغراب، أو زي ما قلت لك في أول الحلقة، فاقدين للهوية. بعيداً عن تتابعات الفيلم من إنه يعتبر تنبؤ حرفياً بالمستقبل، والفيلم من كتر ما هو واقعي، فالمشكلة الإنتاجية اللي حصلت مع حسن حصلت مع زكي فطين عبد الوهاب نفسه. وزي ما حسن اتصدم بأسلوب الإنتاج السينمائي في مصر، حصلت مع زكي فطين عبد الوهاب. ويوضح لك من الفيلم فعلاً إن الإخراج أعلى من الإمكانيات بكتير. فرومانتيكا مش بيتكلم عن جيل السبعينات أو الثمانينات، بس زكي فطين عبد الوهاب بيتكلم عن توابع العولمة يمكن لحد النهاردة. فتلاقي من سيد سكارفيس ده كتير في حياتك، خد بالك، مش شرط بنفس الشكل، ممكن يكون شاب عادي بس عامل شخصية كرتونية واقعة من السبعينات وعامل برنامج على اليوتيوب. وبس كده، شكرا. أحاسيسي مش أكتر من أحاسيسي، بحاول إني أنسى أحاسيس حبي.